رمضانية بمناسبة شهر رمضان إن شاء الله تعالى تربح أسد. جاهز؟ جاهز. اخفض التعليقات، اضغط على 3 نقاط تحت الإعدادات، إعدادات التعليقات، أول خيار اغفله. لازم تخفض عشان أحد يغششنا بالإجابات يعني. اضغط على 3 نقاط تحت، بعدين إعدادات، بعدين إعدادات التعليقات، اخفض أول خيار علشان أقول لك المسابقة وشروط المسابقة. تفضل. أوكي. أستاذ محسن أنت من وين؟ من الكويت. اهلا وسهلا، نورتنا. هاي المسابقه مقدمه من جامعه عبد الملك بن عبد العزيز حفظه الله. هاي المسابقه عباره عن 5 اسئله دينيه، اذا جاوبت 4 اجابات صحيحه تربح اسد. كم المده؟ المده المسابقه 10 دقائق. لا كل سؤال كم مدته؟ كل سؤال 30 ثانيه. يلا نعطيك وقت عادي، نعطيك وقت. فالمسابقه هي 5 اسئله، اذا جاوبت 4 اجابات صحيحه تربح اسد. عندك وسيلتين مساعده. جميل. الوسيله الاولى استاذ حسين اللي معنا هو مستشار ديني، طالب في جامعه الازهر، طالب علم. حلو. يساعدك يعني، مو جاوب مكانك، يساعدك. الوسيله الثانيه الشيخ ابو فهد من هيئه كبار العلماء موجود معنا على الهواء مباشره، نتصل به ونطرح عليه السؤال ويساعدنا ايضا. جميل. تفضل. 5 اسئله، اريد 4 اجابات صحيحه. عندك وسيلتين مساعده. مفهوم؟ تفضل. جاهز؟ نبدا بالسؤال الاول. تفضل. نبدأ بالسؤال الأول، اربط الحزام. السؤال الأول يقول: ماذا يحدث للمسلم الذي لا يقوم لصلاة الصبح؟ مسلم يسمع الأذان، ماذا يحدث له؟ ماذا يحصل له؟ يكون قاعد ولا نايم؟ لا، يكون نايم، يسمع الأذان، هو يسمع الأذان بس أذانك ثقيلة ما بيقوم. شو بيحصل له؟ لا عفوا يعني هو وضح سؤالك أكثر. يعني يسمع الأذان ويطنش؟ يطنش، يسمع الأذان ويطنش، ماذا يحصل له؟ ياخذ ذنب. أيوة أنا عارف يحصل ذنب. هو شو بيحصل له يعني بجسمه؟ شو بيحصل؟ في حاجات علامة تحصل بجسمه. الشيطان يعمل له حاجة، الشيطان تختفي البركة من وجهه، أو الشيطان يبول بأذنه. الشيطان يبول في أذنه. إجابة نهائية؟ أي نعم. الشيطان يبول في أذنه. ثبت. والإجابة صحيحة. برافو يا محسن، إجابتك الأولى صحيحة. إجابتك الأولى صحيحة. تفضل أستاذ حسين. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تخلف عن صلاة الفجر إلا بال الشيطان في أذنه، فسمع بذلك أبو جهل فكان يقول: ألم يزعم محمدا في قرآنه إن الشيطان مخلوق من نار، فكيف يبول بالأذان؟ فوالله إذا بال في أذننا ليحرقها. فقال النبي: من يكفيني عدوي؟ قال: فأدركوه فقتلوه يوم بدر. أحسنت أخي، بارك الله فيك، جواب صحيح. شكرا جزيلا أستاذ محسن، الإجابة الأولى صحيحة. إذا جاهز ننتقل للسؤال الثاني. تفضل. كل سؤال لي كم مدة عفوا؟ نعم. السؤال الواحد لي كم مدة أجاوب؟ 30 ثانية. تمام. اربط الحزام. نبي من أنبياء الله قيل عنه بالقرآن نبيا وحصورا، من هو؟ نبيا وحصورا. نبيا وحصورا؟ ولا وحصورة؟ حصورة وحصورة، نبيا وحصورا. نبي من الأنبياء قيل عنه بالقرآن نبيا وحصورا. أي آية بس؟ نعم. أي آية بس توضح لي؟ في سورة مريم. سيدنا عيسى ولا؟ أنا ما أعرف، لا تسألني، أنت لازم تجاوب يعني. في اختيارات؟ في خيارين للمساعدة، الأستاذ حسين والشيخ أبو فهد. نبيا وحصورا. هو قصة من ذكرت مع قصة عيسى في سورة مريم؟ أي نبي آخر؟ تذكر. سيدنا عيسى ومريم. في سورة مريم ذكر قصة
النبي عيسى وعليه الصلاة والسلام، والنبي الآخر من الذي ذكر؟ في بداية سيدنا آدم. نعم، في البداية كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. سيدنا زكريا. مين ابن زكريا مين؟ من ابن زكريا؟ قاعد نساعدك، أنا وصلناك الإجابة. وصلناك كثير. لحظة تكفى، لحظة. من هو ابن زكريا؟ هو كم ولد عنده؟ 1. عطي بس دقيقة. ما أدري، هذه يحتاج فيها مساعدة. تحتاج فيها مساعدة. أوكي، معك الأستاذ حسين ومعك الشيخ أبو فهد، ماذا تختار؟ دقيقة عفوا، عندي 2. مين؟ بس يصير تختاروا لي واحد. أنت هسه قول. سيدنا عيسى. قول. سيدنا عيسى ولا سيدنا يحيى؟ عيسى ما عنده أب. يحيى صح، عيسى بن مريم. يحيى سيدنا يحيى. إجابة نهائية. اي تم سيدنا يحيى. والإجابة صحيحة، هو يحيى بن زكريا. ونعم. أحسن الله. والنعم. نعم. اعطنا الأدلة والحصورة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ونبيا وحصورا عن يحيى ابن زكريا. أخرج الإمام الطبري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: جاء وفد من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، ذلك يحيى بن زكريا كان نبيا لا يأكل الطعام الشهي ولا ينكح النساء، فكيف أنت تكون نبيا وتأمر الناس أن يتزوجوا 4 وأنت تتزوج 11 وتنكح النساء، وتأمر الناس بالزهد وأنت لا تفعل؟ فأنزل الله تعالى: ونبيا وحصورا، فأخبرهم بأن يحيى كان حصورا، أي حصور الذكر ليس له مال الرجال، فلم يكن عليه الصلاة والسلام يحيى يقوى على جماع المرأة لأنه ليس معه ما هدبة الثوب. فقال اليهود: والله إن محمدا ليطعن بيحيى ليبرر نكاحاته المتعددة، عليهم اللعنة. يعني دول اليهود هيك. أحسنت أخي، بارك الله فيك. النبي يحيى. شكرا جزيلا. أستاذ محسن، إجابتك الأولى صحيحة، يبول في أذنها الشيطان. إجابتك الثانية أيضا نبيا وحصورا، أيضا إجابتك الثانية صحيحة. حلو. ننتقل للسؤال الثالث إذا جاهز. تفضل. اربط الحزام. نبي من أنبياء الله عاش مسحورا ومات مسموما، من هو؟ نبي من أنبياء الله عاش مسحورا. أصابه السحر في حياته، وعندما مات توفى شهيدا بالسم. ذكرت القصة بآية معينة عفوا؟ في أحاديث كثيرة على الموضوع. أحاديث. عاش مسحورا ومات مسموما. الأنبياء ينسحرون؟ سحره اليهود. سحره اليهود؟ نعم. كم بقى لي وقت؟ دقيقة عشان أفكر. تشغل لك الوقت، أعتقد. وأيضا سمته يهودية. أشغل لك الوقت، حاضر. نبي من أنبياء الله عاش مسحورا ومات مسموما، من هو؟ الرسول. أي رسول؟ رسول محمد. إجابة نهائية. ثبت. ايه دقيقة عفوا. الرسول لما راح عند اي الرسول
لبيد بن الأعصم. نعم أحسنت. إجابة نهائية. الرسول، اي الرسول، لأنه لما راح عند اليهود الصلح اعتقد حطوا له سحر، بعدين الرسول إجابة ما في نهائية. اسمهم. اي نعم. والإجابة صحيحة. برافو عليك. هو قاعد محمد أتذكر عليه القصة الصلاة والأحداث. والسلام. نعم. أحسنت برافو عليك. نعم. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ايوه. سحر لبيد بن أعصم اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي خيل إليه أنه ينكح نساءه وما يفعل. قال: فكان اليهودي يسخر برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: والله لقد سحرت لكم محمدا حتى جعلته ينكح الحائط ويظنه زوجته، وينكح الوساد ويظنها زوجته، فأخزى الله ذلك اليهودي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سم قبل موته فمات شهيدا عليه الصلاة والسلام. باقي السؤال الأخير وفوز. برافو، معلوماتك الدينية حلوة، عجبتني. حلوة. حاول. أنا قاعد أتذكر الأحداث بس. فكر. 1 2 3. السؤال الأول صحيح جاوبته، والثاني صح، والثالث صح. عندك سؤال رابع وخامس، إذا جاوبت واحد منهم صح تربح. حلو. عندك سؤالين، إذا واحد جاوبته صح تربح. تفضل. جاهز؟ تفضل. اربط الحزام. كم عدد الآيات القرآنية الذي تؤمر بقتال اليهود والنصارى في القرآن الكريم؟ كم عدد الآيات القرآنية الذي تؤمر بالجهاد ضد اليهود والنصارى في القرآن الكريم؟ يصير أحسب على راحتي؟ على راحتك. لا، هنا 30 ثانية يعني. شلون تحسب على راحتك يعني؟ دقيقة. كم عدد الآيات القرآنية التي تؤمر بمجاهدة اليهود والنصارى في القرآن الكريم؟ عندي سبل مساعدة صح؟ 2 واستخدمت. عندك مساعدتين. نعم. عندك الشيخ أبو فهد، وعندك الأخ حسين اللي هو طالب علم في جامعة الأزهر. زين، يصير أقول إجابتي وإذا مو صحيحة أختار المساعدة؟ ما تثبت، تقول إجابتك وما تثبت. نعم. 4. 4 هذه الإجابة اللي أنت أعطيتها، ما راح نثبتها. هسه الآن بدك وسيلة مساعدة ولا ثبت؟ وسيلة مساعدة يعني يعطيني الإجابة صح؟ يساعدك، ما يعطيك إجابة، يساعدك. هو ما يجاوب مكانك، هو يساعدك. خلاص تمام. أحتاج وسيلة مساعدة. تحتاج الأخ حسين ولا الشيخ أبو فهد؟ الأخ حسين. أستاذ حسين معك 30 ثانية من الوقت، تفضل. نعم أخوي، عندك 4. الخيار الأول راح أعطيك 4 خيارات. أيوة. الخيار الأول 4. أيوة. الخيار الثاني 30 آية. حلو. الخيار الثالث 200 آية. والخيار الرابع 206 آية. 4. أعطاك 4 خيارات. 4 30 200 206. 4. جاب نهاية. إيه. ثبت. توكل على الله. والإجابة خطأ. أوف. هذا الرأي تفرد به الإمام ابن كثير 206 آية رحمه الله تعالى، ورد عليه السيوطي. لاحظ، قال ابن كثير: وتوجد 4 آيات مباشرة تأمر بقتل اليهود والنصارى. ولا هذا قول الإمام ابن كثير وهو قول شاذ، إلا أن جميع الآيات التي تأمر بالتحريض والقتال ضد اليهود والنصارى والمشركين والكفار 206 من الآيات التي كان تعالى يقول فيها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فحتى وقال: قاتلوا أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فأمر الله نبيه بقتال أهل الكتاب حتى يعطوه الجزية والأموال، فإذا دفعوا الأموال للنبي أبقاهم كفارا ولم يطلب منهم الإيمان. أحسنت. شكرا جزيلا أستاذ محسن. باقي سؤال. باقي السؤال. إجابتك الأولى صح، الثانية صح، الثالثة صح، الرابعة خطأ. عندك سؤال خامس لازم تجاوبه 100% صح لكي تربح. تفضل. اربط الحزام.
آلة اسمها الكلبتان باللغة العربية. أين تم صناعة هذه الآلة؟ في أي مكان؟ أين تم صناعة الكلبتان ولا نعم. شنو بالضبط؟ هي هاي الكلبتان، نعم. أين تم صناعتها؟ أين تم صناعة الكلبتان؟ في لها عدة دول تصنع. أول واحد صنعها أي دولة؟ المخترع المنشئ الأولي. يصير اختيارات ولا؟ ماكو اختيارات، عندك وسيلة مساعدة واحدة. اليابان؟ اليابان إجابة نهائية ولا تريد وسيلة مساعدة؟ خلي اليابان وتاخذ وسيلة مساعدة وتشوف. أبي وسيلة مساعدة. أين تم صناعة هذه الكلبتان؟ أيوة. أين تم صناعة هذه الكلبتان؟ تفضل. أبي أحتاج الشيخ أبو فهد، تصلوا لي كمبيوتر بالشيخ أبو فهد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ كريم، كل عام وأنت بخير فضيلة الشيخ، رمضان كريم. وأنت بألف خير، رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية. أهلا وسهلا بك. معنا الأخ مشترك بالمسابقة، الأخ محسن من الكويت، ومحتاج مساعدتك في سؤال: أين تم صناعة الكلبتان لأول مرة بالتاريخ؟ نعم. أخ محسن، رمضان كريم عليك وعلى العائلة. يا حبيبي تسلم. أهلا وسهلا بك. طبعا راح نعطيك أنا خيارات وأنت راح يكون الجواب من ضمن الخيارات اللي راح نعطيك إياها. حلو. الخيار الأول صنعت في الصين. الخيار الثاني وجدت من الطبيعة. الخيار الثالث نزلت من السماء. الخيار الرابع صنعت في أمريكا. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. رمضان كريم عليكم. شكرا جزيلا، كل عام وأنت بخير. أعطاك 4 خيارات: الصين، أو وجدت من الطبيعة، أو نزلت من السماء، أو صنعت في أمريكا. حيرتني. نزلت من السماء، يعني الله رزق فيها شلون؟ الصين من الطبيعة، نزلت من السماء، أمريكا. أول دولة صنعت هذه هكذا يعني. ماذا تختار؟ أول دولة هي دولة ها؟ مكان، هسه دولة هي مو شرط دولة يعني، مكان، دولة، قوم، بشر، ما يعني هو أين وجدت؟ منين جاءت هي؟ زين، أبى أجاوب إجابتين تمام وثبتهم باثنينهم. ما يصير ثبتهم اثنين، وشو يصير؟ إجابة واحدة صح. شو اللي ببالك انت؟ شو اللي ببالك؟ يعني أكيد الإجابتين، واحدة صح وواحدة خطأ، نثبت الصح ولا الخطأ، ما يصير. أحس أو أمريكا أو خلقت، يعني وجدوها بالأرض. أحس وجدوها بالأرض أو أمريكا. ما أقدر أقول لك نعم أم لا، أنت بعد راحتك، هذا حقك. زين، يصير تحذف لي اختيارين واختار واحد؟ لا ما يصير، لا ما حق اختيارين خلاص. الحين هو آخر سؤال بقى. هو هذا آخر سؤال. نعم. من الصين، من الطبيعة، نزلت من السماء، الصين. صنعت في أمريكا. الصين إجابة نهائية. اي نعم، إجابة نهائية. ثبت. والإجابة خطأ. أمور دينية. أنا شو اللي بالصين؟ أمور دينية نزلت من السماء مع آدم عليه السلام. قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فروى الإمام القرطبي رحمه الله تعالى والإمام الطبري في تفسيرهم بسورة الحديد الآية 25 قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آدم نزل من السماء ومعه الكلابتان والسندان الذي تصلح به الأحذية، ومعه الأبرة والمقيعة التي هي الكرك. فسمع بذلك أبو جهل فقال: والله إن محمدا ليكذب عليكم، وإن الكلابتان لتصنع بالصين يخلعون بها الأسنان إذا ما سوست. فقال النبي: من يكفيني أبا جهل؟ قال: فقتلوه يوم بدر. على فكرة أبو جهل قال إنها صنعت بالصين، حسب التاريخ صنعت بالصين، لكن تاريخ بس هي نزلت من السماء الأول. بس النبي عليه الصلاة والسلام يعني إجابتي صحيحة.
يعني لا جاتك إذا خطأ، جاتك نزلت صحيحة من السماء مع تخطئ آدم. النبي. يعني تتخطئ النبي اذا جاتك صحيحه. تاخذ بس كلام أبو عفواً، جهل؟ هو ندعو أبو قال- جهل احنا؟ عفوا، هو قال الدولة اللي صنعتها الدولة أو المكان، ما هو ابو ماكو جهل قال اخوي لحظه، ابو هي جهل بالجنة، صنعت بالجنة. ابو جهل قال بالصين، لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال نزلت من السماء مع ادم هي والسندان. اوكي استاذ محسن، انت ما ربحت معنا، احنا ربحنا، شوفتك انت انسان طيب يا حبيبي يا حبيبي شكرا. عندنا والله رساله من أسألك. وراء هذا، يعني في هدف، في رساله. استاذ تفضل. محسن احنا مش مسلمين، لا انا مسلم ولا الاخ حسين مسلم، احنا مسيحيين. عادي ونعم. اي سالناك هذه الاسئله لكي تفكر بالدين، كيف الدين الاسلامي دين من الله مع هذه المشاكل؟ شلون ركزت على هذه الأسئلة؟ المشاكل؟ هل في عاقل يقبل هاي الله صنعها بعجب الجنه؟ نعم، الله خالق كل شيء. ما نخالع، لا هاي بالصين مكتوب عليها ميد ان تشاينا، مكتوب عليها. نعم، عدل كلامك، علم الانسان ما لم يعلم. نبيا وحصورا، يقول يحيى ما عنده امور يعني ذكر جنسي، عيب يعني. اوكي بس يعني النبي الله- محمد كان مسحور ومسموم، كيف تتبع نبي مسحور ومسموم؟ وين الله غير الله؟ في 206 آية بالقرآن تحض على قتل الآخرين، ويقول داعش ما يمثلوا الإسلام. شو نريد نسب بعدها؟ دين يامر ما له بالقتل. علاقه يا استاذ، المسلمين سبعين هذا كله علاقة، شو ما له علاقة؟ شعبه تفضل تقول أستاذ. داعش وغيره وغيره. مالك، هو في دين من الله يحرض على قتل الناس؟ الحين انت مسيحي؟ احنا عفواً، مسيحيين عفواً. نعم. يقول لك احنا في مسيحيين. نبي، يقول لك في احنا نبي، مسيحيين نعم. كنا أنت مسلمين مين احنا. تعبد؟ في نبي كنا احنا مسلمين. كنا مسلمين، كنا مسلمين، تركنا في نبي الإسلام. يقول لك اعطيني فلوس وظل كافر، اعطيني جزيه وظل كافر. هل في نبي من الله هيك؟ هاي معناه محمد اخوي كذاب مثل مسيلمه الكذاب، الف هذا الدين على مود شهواته ومصالحه. في نبي مسحور، انت قلت هل الانبياء ينسحرون؟ انت نفسك انصدمت. وهاي عائشه قالت الاحاديث الصحيحه. تعرف محمد لما انسحر سحروا اليهود، معناها رسالته كذب. هو بالقران يقول الله يعصمك من الناس، على اساس يدعي انه الله راح يحميه. طيب ليش ما حماه من السحر؟ خلوه ينكح بالحائط ومفكره مرته. يخيل والله إنه شوف. ينكح ولا ينكح. والله شوف، بالنهاية انا ما اقدر اقول لك كذا كذا بديانتك او اسئله كتابك المسيح انا او ما ايا كان. نتناقش. عفواً لو في نبي من سمحت. الله عنده اخلاق وشرع. انا سمعتك ينكح بس طفل اتمنى عمره انك 9 تسمعني. سنين، نبي عمره 56 سنه ينكح طفل عمره 6 سنين اخوي. شوف، عائشه دايماً. متجوزه. احنا قدمنا لك الرسالة وانتحر. الحوار حالاته دين الإسلامي بادب. غلط، ليس دين من الله. وانت يا كيف؟ استاذ الحوار حالاته بادب وبهدوء. انت أكيد. الحين قدمت كلامك وانا بقدم لك كلامي، انا ما اقدر اطعن في كتابك المسيح، ولا اقدر اقول ديانتك غلط، ولا اقدر اقول نبيك غلط، ولا اقدر اقول اي كلمه كانت، لان الدين الاسلامي دين ادب واحترام وخلق. وين ادب؟ هل لا تقول ترى ايات قتل لو تأمر سمحت قتل لو المسيحيين؟ سمحت لو سمحت الحين هذا لا، قله الكلام- ادب لما تقاطعني، هذه قله ادب. انت لا، ما لا، قاعد تخليني لما اكمل تكون- كلامي. عندنا ايات قتل تامر قتل اليهود انت لازم والنصارى. يكون عندك اداب حديث يا استاذ. انت لازم يكون عندك اداب حديث عشان تعرف تتكلم مع البشر. محمد الرسول محمد شتم الأنبياء، ما هو والله يا الإسلام ليس والله دين. يا محمد قالوا له والله ليش شوف خليني اقول لك. محمد قالوا له ليش أنت على قناعتك. تتجوز 4 وانت متجوز 11؟ معناته مو أنت- بالقران تتزوج أنت- 4 وانت متزوج 11. انت على قناعتك وانا على قناعتي، وانت بدينك وانا احنا بديني. ودنا لك رسالة وانتحر اخوي، شكرا انت جزيلا. ليش تعتدي على ديني بهالالفاظ والمسميات؟ لا مو الفاظ، بينما هذه انا حقيقة احترمك بالدين. الى الان. حقيقة موجودة بالدين، لا ما يجوز هذا الشيء، ما يجوز. موجودة بالدين حقيقة. عموما انا ما اقدر اسيء لكم ولا اسلكم، ولا اللي اقدر اقوله لك الله اهلا يهديك ان شاء وسهلا الله. بك، نورك. أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، تحياتي. شرفتنا. احنا كنا مسلمين اخوي، نوضح لك الحقيقه، بدك تعرف الاسلام. شكرا. خطية والله خطية، كان فرحان طول البث يرقص. تكبيس شباب تكبيس. بس خوش فيديو هذا. اي هذا كلش قوي. ضربنا بيه، ضربنا الرسول. هو قال نزلت من السماء، ها الله غادر على كل شيء، بعدين سكت. انا قلت بس لا اقوم من السماء، يريد لا سد النوم. صدم الولد، قال في نبي سحر. على فكره انصدم.